السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي في كل مكان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. الكو وحشة والله، مش اتكلمنا مع بعض من زمان. النهاردة هنعمل شوربة عدس. الجو البرد ده طبعا محتاج شوربة العدس والمحشي والحاجات اللي زي كده. فطبعا اهو مع بعض احنا حطينا المية تغلي، نزلنا عليها بأربع جزرات صغار يعني، وتوم وفلفل وحباية طماطم وبصلة، كله مع بعض كده. وطبعا العدس واحنا كنا غاسلينه كويس وهننزل عليه اهو زي ما انتوا شايفين: توم، بصل، حباية طماطم، جرن فلفل، جزر، ولو في كوسة بتاخدي قطعة بسيطة يعني تحطها، بس مش كان فيه. دي كلهم مع بعض طبعا فايدته كبيرة وحلو في الجو اللي انتوا شايفينه ده والمطر الشديد ده. اهو زي ما انتوا شايفين معانا دلوقتي بيغلي في بعض اهو. البهارات بتاعته طبعا مش هحطها دلوقتي خالص. اهو لما يغلي كده وتحس ان هو استوى، بتروح جايه واخده منه وبنضربه في الخلاط اهو زي ما انتوا شايفين. هناخد منه هنضربه في الخلاط اهو زي ما انتوا شايفين معانا. هنضرب الكميه كلها في الخلاط وهنعمل بقى التجليه بتاعته هنحطها عليه. بس دلوقتي يعني بوريكم اهوت ان انا باخد منه عشان افرمه في الخلاط اهو بعد ما الحاجات دي استوت. كانت شوربة ممتازة، وطبعا الجزر مديله والطماطم والحاجات دي مديله لون جميل خالص اهو زي ما انتوا شايفين معانا اهو. كان تحفة اهو. جربوه بالطريقة دي يا جماعة، والله كان جميل جدا وطعمه تحفة. وطبعا في الشتاء بيدفي وبيبقى كويس. احسن طريقة له هي الطريقة دي طبعا. جربوها مش هتندموا. ومش تنسونا برضو ان عجبكم ان شاء الله، مش تنسونا في الاشتراك. طبعا انا كنت عملته في الخلاط اهو زي ما قلت لكم. هنزل عليه بالبهارات بقى: فلفل اسمر، كمون، شويه بهارات، واحده مرقه دجاج، شويه ملح اهو. هننزل على العدس بعد ما فرمناه في الخلاط اهو. طبعا كان لونه تحفه خالص اهو زي ما انتوا شايفين. اللي عايز يحط سنه كركم بيحط، بس انا خلاص الجزر والطماطم والحاجات دي ده لون تحفه فمش كان محتاج. وهنعمل دلوقتي بصل نعملها تجليه اهو. دلوقتي حطينا معلقتين سمنه وهنحط برضو شويه زيت بسيط عليهم اهو معانا اهو. انا كنت سايباه برضو يغلي شويه عشان كان السمك بتاعه مش جابس يعني شويه اهو، خفيف يعني. فكون سايباه يتقل شويه لحد ما نحمر البصله. انا كنت مقطعاها قطع صغيره. شويه زيت هحطهم برضو شويه بسيطه كده، هحطهم على السمنه. انتوا شايفينهم كتير بس طبعا هم مش كتير، ده دول معلقتين سمنه وشويه زيت بسيطه. التجليه ديت انا بعملها البصله تاخد لون شويه ذهبي كده، وبنزل عليها بشعريه في نفس الطبق اهو. البصله اهي هحمرها مش هخليها نيه يعني، هحمرها خالص. وهنزل في نفس الطبق على البصل بالشعريه، كله في طبق واحد. وهنحطها على العدس، شوربه العدس اهو. كانت تحفه وكانت ريحتها تحفه. يا رب تعجبكم ان شاء الله. وهنقول للطلاب الثانويه، اولى ثانوي وتانية ثانوي، الف مبروك، ألف مبروك للجميع. وربنا معاهم ويعوضهم خير إن شاء الله. وبنتي ادعولها، هي في أولى ثانوي برضو. ويحمي البنات كلهم، بنات المسلمين جميعا، ويوفقهم آمين يا رب.
فانتوا شايفين معانا اهو. انا حطيت الشعريه دلوقتي على البصله بعد ما حمرت البصله، حطيت نزلت بحب الشعريه بسيطه، معلقتين يعني شعريه مش كتير اهو. مش تنسونا يا جماعه في اللايك وتقولوا لنا رايكم وجربوه الطريقه دي، وان شاء الله هتعجبكم. وقولوا لنا في التعليقات. كان طعمه تحفه والله، مش هتندموا خالص اما تجربوها اهو. القوام بتاعه اهو زي ما انتوا شايفين، ولونه تحفه تحفه. طبعا الجزر بتديله لونه كويس خالص اهو. هنخلص التحمير البصل والشعريه وهنحطهم عليه اهو. انا بس بشيل شويه بصل بسيطه من على الوش كده عشان احطهم على الطبق بعد ما العدس ياخد فوره واحده مع البصل اللي انا حمرته والشعريه. هحطه في الطبق واحط عليه البصل ده على وشه كده. البصل اهوت انت هتشوفوه تقولوا يعني متحمر خالص، بس كان تحفه، كان طعمه جميل. جربوه مش هتندموا. انا بحمره كده عشان مش يبقى يعني اصل انا بحطه كده وبطفي على طول. طبعا الشعريه مش مكتره، مش كتر الشعريه، هي معلقتين 2 بس اهو. انا هقلبه كده هطفي عليه. طبعا هو بيتقل بعد كده هو القوام المظبوط بتاعه. ودلوقتي هنغطي عليه. انا دلوقتي في الوقت ده طفيت عليه وهغطي اهو شويه صغار كده وهحطه في الطبق اهو. هنحطه مع بعض اهو. شفتوا يا جماعه لونه تحفه تحفه والطعم خرافه والله، ما هتندموا. يا ريت تقولوا لنا في التعليقات وجربوا الوصفه دي والطريقه ديت تحفه. ويا رب تعجبكم. مش تنسونا في اللايك والاشتراك. ربنا يجبر بخاطركم يا رب. ومع الف سلامه.